شفاعة. نعم يا ست أم محمود. في اتنين أصدقاء. اتنين أصدقاء. في حد خش ما بينهم. أنا بحسبك هتقول اتنين أصدقاء عاملين عزومة وهيدعوك. بحسبك هتقول اتنين أصدقاء في أكلة حلوة كده وهيجيبوك معاهم. لا. إنما كل اتنين أصدقاء وعندهم سؤال مش عارف إيه وعنده سؤال. اتفضل يا ست أم محمود. ماشي يا شيخ. فالاتنين دول أصحاب جامد. في حد خش ما بينهم. في كلام حصل للطرفين وفي كلام ما حصلش. يعني إيه كلام حصل وكلام ما حصلش؟ وضحي سؤالي. خدت كلام من هنا وصلته للشخص التاني. أنت قصدك إن هم حصل بينهما خلاف. أيوه. والخلاف هي وقعت ما بينهم. تمام. وصلت لك ولا ايه؟ السؤال كده خلص؟ لا لسه المفروض خدت كلام من الشخص دي وزودت فوقيه كلام. السادة المتابعين، الست أم محمود النهارده مش عارفة تجمع في الأسئلة. اتفضلي كملي. خدت كلام من الشيخ أحمد وديته للشخص التاني وزودت عليه كلام. تمام. فشالت النفوس من بعضيها. الشخصين قعدوا مع بعض وتعاتبوا وتراضوا. تمام. فكده عرفوا اللي هي بتوقع ما بينهم مين. تمام. ولو اتكلموا هيحصل طلاق ووش وبتاع، فهم خايفين ان هم يبقى في ذنب عليهم ان هم يخربوا بيت واحده. فالحل معاها ايه؟ طيب، دول اتنين اصدقاء وحصل بينهم الاتنين خلاف. ايوه. وكان في حد فتنه بينهم. لما حصل الخلاف بين الاتنين بياخد الكلام من هنا وينقل هنا. ودايما الشخص اللي بينقل ما بينقلش الصورة الحقيقية. هو بيحط شوية كده بهارات وممكن شوية شطة كده في مفلفلين كده حلوين حراقين علشان يشيل النفوس من بعضيها. تمام؟ صح. أولا هما الاتنين غلطانين. غير الشيطان اللي كان بينهم، هما الاتنين غلطانين. هما غلطانين في ايه يا ست ام محمود؟ ان هم اتكلموا قدامها في حاجه. ان هما اصلا يتكلموا. يعني انا دايما بقول لو انا قلت كلمه على حد وحد خدها مني ووصلها انا ما ازعلش منه. عارفه ليه؟ عشان انت اللي اتكلمت. علشان انا اللي اتكلمت. فكان من باب اولى ان انا ما اعملش ايه؟ ما اتكلمش خالص. ما اتكلمش اصلا. فهما الاثنين على خطأ وعلى باطل وهما الاثنين غلطانين. تمام؟ رد عليا. هما ما كانش مدين. وما بين الواضح ان هما اصحابك جدا وانت زعلانه علشانهم. لا، فانت رد على السؤال. هما ما كانش مدين خوانه للشخص خوانه فيتكلموا على بعض. لا مش اتكلم، هو في حاجه مزعلاه ومش شكت او كانت بتشتكي بمعنى اصح. اولا من هنا للسنه الجايه بقول لك هما الاثنين غلطانين. ماشي. لان افترضنا ان هما الاثنين اصدقاء بيعاملوا بعض وجا في وقت وزعلوا من بعض. العتاب مش حل. لو كان في العتاب مصلحه او منفعه ما قال الله عن سيدنا يوسف فاسرها ايه؟ يوسف في نفسه ولم يبديها لهم، خلاها في نفسها. ودايما انت بتبقي زعلانه مني ان انا ما بطلعش اللي جوايا. صح؟ ما تشاوريليش. انت بتزعلي مني دايما ان انا بخلي كل المعلومات ايه؟ لنفسي وجوايا. فقبل ما نقول الحكم هنا ايه، احنا هنقول ان هما الاثنين غلطانين. وبصراحه يستاهلوا ان هما حصل بينهم فتنه ويستاهلوا ان هما زعلوا من بعض. تمام؟ الطرف الاول والطرف الثاني اللي هما اتكلموا على بعض. لو الطرف الاول جه الطرف الثاني وقال له انت اتكلمت عليه كذا كذا من غير ما يتكلم عليه كان الموضوع يتحل. ولو الطرف الثاني راح للطرف الاول انت اتكلمت عليه او كذا او كذا كان الموضوع يتحل. صح؟ انما هما الاثنين عملوا ايه؟ الف يتكلم على ب، فب راح رادد على الف، فهما الاثنين بدأوا يتكلموا على بعض وفي شيطان في النص. ما هو هنا دي اسمه شيطان. الشيطان اللي في النص بياخد يوصل هنا وبيوصل هنا وبيوصل بشطه وبفلافل زي ما احنا قلنا. يبقى هنا الطرفين في البدايه غلطانين. مش هنتكلم على اللي وصل ونسيب الايه؟ الطرفين في البدايه ايه؟
غلطانين. طب ما انت هتقولي اصل هما الاثنين في الاخر اتصالحوا، طب هما اصلا بيحصل بينهم خلاف ليه؟ ويدعو بينهما مجال للشيطان ليه؟ فلذلك احد الائمه او احد الصالحين حد يتكلم عليه في غيابه، فجاء قال له يا مولانا انت فلان اتكلم عليك وقال كذا وكذا وكذا زي ما انت بتقولي دلوقتي. التاني ما قالوش برافو عليك، اصل انتوا هنا اكيد الشخصين اللي هم حصل بينهم خلاف، الشخص اللي هو كان شيطان بينهم ان كان 2 ستات او 2 رجاله وبينهم راجل او بينهم ست، ما لو 2 ستات بينهم ست ولو 2 رجاله بينهم راجل، وهم اللي فتحوا المجال لما جاي يوصل كلام او توصل كلام برافو عليك، وقال ايه كمان وما شاء الله لو عندنا كوبايه عصير بنطلعها للشخص الفتنه علشان نجيب اللي عنده ونزعل من بعض اكتر. مش ده اللي بيحصل؟ مش انت المفترض دلوقتي بتيجي توصليني عن فلان، انا بقول لك اتفضلي كوبايه عصير عشان القعده تحلو وتعرفي تحكي؟ مش ده اللي بيحصل؟ ده اللي بيحصل ولا ما بيحصلش؟ يبقى احنا هنا طرقنا الاول مجال للشيطان ان هو ايه؟ ان هو يخش. تمام؟ طيب دي الحاجه الاولى. لما احد الصالحين حد جاء قال له يا مولانا فلان بيتكلم عليك، ما قالوش برافو عليك، ما قالوش جدع انك جيت حكيت لي. انت عارف كان رده ايه؟ قال له اما وجد الشيطان غيرك رسولا ليبعثه؟ الله، هو الشيطان ما لقيش حد غيرك انت ويبعته؟ يعني بيقول له انت طرف ايه؟ شيطان. يبقى هنا الثلاثه غلطانين. طيب الشخص اللي هي افسدت بينهم دلوقتي الاثنين رجعوا لبعض وبقوا تمام وعرفوا ان فلانه دي شيطانه، يعملوا بقى معاها ايه؟ هقول لك الاجتناب عباده، ما ينفعش عتاب اصلا. اللي عمل حاجه في حقك واذنب وهو عارف ان هو اذنب وهو عارف ان هو شخص مذنب، والعتاب مش حل زي ما قلنا منذ قليل، يبقى العلاج للشخص ده سلام عليكم، دي جاهل. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الحل معاها إيه؟ إن إحنا نبتعد عن شياطين الإنس. طب لو جت تكلمنا نعمل إيه؟ هنكلمها بس هنديها مساحة على قدها من غير ما إيه؟ من غير ما نزيد، نديها حقها وما نرفعهاش فوق حقها. يبقى مين اللي غلطان هنا يا ست ام محمود؟ الثلاثة غلطانين، والثلاثة ربنا يهديهم وربنا يهديك عليه في أسئلتك، وربنا يا رب يتقبل منا جميعا، والسلام عليكم.